مظبوط كده، مظبوط. حقك يا عادل امام. عادل امام طلع له جمال الغندور، غلط وطلع له كارت اصفر. كانت النتيجه ان عادل امام طلع له كارت احمر. طيب، الحلقة دي هجومية جدا ومش هتعجب ناس كتير، لأننا هنكسر فيها أصنام لاحسي أصابع عاطف الطيب ومدمني شعر صدر محمد خالد. في البداية اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس لو حابب تشوف حلقات تانية إن شاء الله، وهتكون عكس دي تماما لأن أنا إنسان متناقض. فيلا بينا نبدأ. أول حاجة عاوز أقول إني كشخص هجومي ومندفع ممكن كلامي ونظرتي لصناع السينما في معاملاتهم الشخصية تختلف بمرور الوقت، وممكن الحلقة دي تتمسح إذا تعرضت مسيرتي اللي لسه ما بدأتش للخطر مثلا، أو إذا جات لي فرصة إن أنا أشتغل معاهم وأكون واحد منهم كمؤلف. وده مش هيكون نفاق قد ما هيكون التفات للمصلحة العامة، والمصالح بتتصالح يا ابن عمي، والمهم إن يبقى عندك مجد شخصي، لأن كل اللي في الشغلانة عارفين مساوئ بعض ومع ذلك شغالين مع بعض، لأن الشغل شغل. صناع السينما عن تجربة شخصية هم محملين بالغرور، مش مجرد إنهم مشغولين ومش فاضيين، هم بيسعوا لجلب الفلوس وبس. وأنا أزعم إن مبقاش حد مستعد يشتغل لمجرد إنه بيحب السينما والدراما والفن وبس، ولا حتى أنا. بالتالي محدش عنده استعداد يسمعك ويديك فرصة لو انت مش هتجيب له فلوس، بل بالعكس هو عنده استعداد يمص دمك علشان يستفيد منك بأي وسيلة. يعني لو مضمون انه ياخد شغلك وجهدك ببلاش طالما انت مش هتقدر تشتكي او مغيب او ما عندكش وعي بحقوق الملكية الفكرية بتاعتك، فقشطة، خير وبركة. وشفنا تجارب زي دي كتير، الشخص بيطلع يصيح شغلي اتسرق والفيلم اللي انا كاتبه اتنسب لاسم مؤلف تاني، وتاني يوم الشخص بيبلع لسانه ايا كان السبب والفيلم ينزل وصباح الفل. ولو المنتج كمان قدامه فرصة انه يديلك اجر بسيط بس في المقابل يستعبطك، زي انه يعمل لك عقد مشوه كده بدل عقد ملخص او فكرة الفيلم، وما يغيرش في اسطمبة العقد الاساسي بتاع السيناريو، او يمضيك على شرط جزائي بملايين وانت هتاخد مثلا كام الف، فبرضه خير وبركه. اما لو جينا لثابت تاني نكسره، هيكون ثابت الوعي الجمعي بتاع الجمهور. اصل طول ما انت بتسقف وبتردد كلام غيرك ان مشهد البورن اللي كان في الفيلم ده هو فن بحت وانت مش دريان اصلا، فله حق الصانع يكرر الموضوع ويسوق فيها. اما وعي الجمهور وتطبيله لفنان معين، ده ياخدنا لنقطة جديدة، وهي الصلاحيات اللي بيكتسبها الفنان بناء على النفخة اللي بننفخها له. فبالتالي يبدأ ينطر ايدك لا مؤاخذة لما تيجي تحضنه، يزق تليفونك لو تتصور معاه، يزعق لك، ما يسلمش عليك، ما هو انت اديته سلطة مش من حقه. وده ياخدنا لنقطة تانية من التمجيد والتقديس عملها الجمهور وحتى الممثلين الزملاء لحد زي الزعيم. طول الوقت بقوا يتعاملوا معاه انه يحق له اي شيء. لو شتمنا في اللوكيشن، لو ضربنا او اتنمر علينا، فلازم نتعامل بتمجيد لما تيجي سيرته بطريقة طبعا تدخل طبعا النار. طبعا، يعني كلنا نتمنى نبقى ربع. انا ما كنتش احلم اسلم عليه، ودي دايما بقولها يعني. وطبعا ده بينعكس على 80% من الافلام اللي بيضرب فيها الممثل اللي قدامه او يتنمر عليه او يهينه. وبالعكس ده هو اللي بيحب يعمل كده، يعني هو بيحب قوي ان هو يبقى في العمل يروح بوم واخد حد للقلم. ومش هو بس، حتى لو كان في واحد كنا ازازنا فيه لغايه ما يطلع التاني، انما كده مفيش حاجه اهو. حتى في ظهري ايه بحسس على ظهري كلب لا مؤاخذه ولا ايه؟ اللي مش عاجبه كلمه يقول، اللي مش عاجبه كلمه يقول. ما تخلينيش اجيب لك تسريبات من جوه المطبخ ولا المخرجين اللي بيلعنوا سلسفيل الممثلين مثلا. بس الحلو ان الاعمال اللي بيبقى فيها النوع ده من الافتراء والقهر وبيظهر على الملأ للناس من اساءة لطاقم العمل او فكرة مسروقة، العمل مش بيتخلد في الاذهان وبيتنسي وبيفشل. اي نعم بيحقق فلوس وبيغطي التكلفة الانتاجية بتاعته، ولكن سبحان الله مش بينجح جماهيريا. ومع تكرار مواقف اساءة الفنانين للفانز، بدأت الناس تفقد احترامها للفئة دي. كان بيشتمك؟ كان بيشتمني، انت حرقت لي الفيلم، انت ما بتفهمش. طبعا اشتكيت. ورا ده خرابة. نرجع تاني لزعيم، هتلاقي انه على مدى عمره بسبب تراكم مديح الناس له اكتسب طاقة احراج للي حواليه رهيبة. في اللقاءات والبرامج المقابلات يحرجك ويتريق عليك بطريقة معينة وانت تضحك زي العبيط. ما هو الزعيم بقى براحته بيهزر. بس لو جينا ندور على مبرر لكل الصلاحيات المطلقة اللي بياخدها صناع السينما المصرية، هنقول هو على ايه اصلا؟ يعني لما تيجي تقارن اعمال الدراما والسينما دلوقتي باي حاجة، مثلا على سبيل المثال النت والتكنولوجيا، هتلاقي التلفزيون والدراما والسينما بتنقل تجارب الواقع بشكل ساذج وسطحي وقص ولزق، سواء في التيك توك وحواراته وترنداته، سواء حادثة معينة حصلت فتقتبس بحذافيرها وطبعا نتاجر بآلام الناس من غير حتى ما نديلهم تعويض عن حق استعمال حكايتهم، لأننا عارفين إنهم مش هيقدروا يرفعوا قضية لأنهم ناس غلابة، أو تنقل الصورة بشكل متأخر سنين ضوئية عن الواقع. ومع ذلك رغم كده لما طلع الترند بتاع سلوم حداد لما قال الممثلين المصريين مش بيعرفوا يتكلموا فصحى، أنا أخدت صف الدراما المصرية لما جه حد من بره مصر يتطاول على الثقافة والفن، لأنه في الآخر يظل فن متقدم عن باقي الوطن العربي إلى حد ما. المهم إن عايز أقول إن كل المجال ده من أوله لآخره ترفيه، واهتمامي بالأعمال الفنية المصرية ومناقشتها والنظريات اللي بعملها هي مش حبا في العمل، إنما استعراضا لمهاراتي في الكتابة والتأليف
وسعي لإني أنجح وأثبت نفسي وألاقي فرصة، ولكن الحمد لله أنا بتنصل وبتبرأ تماما من أي تقديس زي اللي اتكلمنا عنه لأي فنان أو لأي عمل فني من اللي ناقشناه، لأن من الآخر الجمهور ملوش قيمة عند الفنان إلا قدام الإعلام والكاميرا علشان الصورة العامة. أنا بشتغل مع الجرابيات دول يا روحي، مع حسلة المجتمع دول يا قلبي. وبناء شخصية القدوة 100 مرة أكتر مني في أنا عندي المشكلة دي وأنا محقق نفسي. طب الشلالية دي ده فساد، ما تاخذنيش. ما أنا عايز برضو إحنا نفضل عايشين على الناس دي بس، ما أنا عايز مواهب جديدة تيجي. وبالمناسبة لقب الفنان ده كمان بيشمل اليوتيوبر، اوعى تكون مفكر ان اليوتيوبر يكترث لاهميتك، الا لو كان انا طبعا، اي حد غيري لا ما اعتقدش، وبرضه عن تجربة شخصية. وكذلك الفنان عند الجمهور قيمته اتحللت وبدأت تقل، الا لو المادة اتحكمت وفنان لقاني همثل له عائد مادي معين او جذب للجمهور لشغلي او طلعت ترند، ساعتها هتلاقي حلقتي دي اختفت وكلامي كمان اختلف تماما، وده انذار مسبق عشان لو دي حصل في يوم من الايام. وعلى فكرة ما تسمعش للي يقولك الازمة ازمة ورق، الأزمة أزمة إنسانية وأزمة فرص، أزمة إن حد يضحي بتكويش الفلوس على قلب. يا ريس بقولك الممثل دلوقتي هو اللي بيختار المخرج وبيختار الحدوتة اللي هتتكتب له وبيختار النجم اللي هيكون قصاده وبيختار هيقول إيه وما يقولش إيه، الحاجة بتتقيف على مقاس البطل، ومش من دلوقتي وبس على فكرة، ده من زمان. لا بروح امك، انا مراجعها كويس، انا اسف، انت تقعد في حته، انت بتكلم اساتذه. في النهاية ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، وانتظروا إن شاء الله الحلقة الجاية، ممكن نتكلم عن أي فيلم أو مسلسل نعمل عليه نظرية ونمدح فيه شوية ونشوف قد إيه هو كان عظيم. سلام. قال له روح اشتغل مش عارف كذا ومش عارف ايه، وانا هكلم دكتور اشرف واشوف ايه الخلق دي بتيجي، يعني كانت، بس مش معنى ان انت اديتني فرص ان ده يديلك الحق انك تغلط فيا او تهني.